مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه مع ميم. النهارده هنعمل تشيكن ستريبس او صوابع الفراخ المقرمشه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعنا بقى الفراخ بتاعتنا كده صوابع كده اهوت زي ما انتوا شايفين، بالكميه اللي انت عايزاها طبعا. وهحط في بوله غويطه او اي حاجه غويطه، هحط في واحده فيهم كوباية دقيق او حسب كمية الفراخ اللي عندك، والتانية برضو شوية دقيق. هنحط عليهم على الدقيق ده معلقة من النشا فراخ، وهحط على التانية برضو معلقة من النشا. نقلب كويس. في الطبقين هنجيب بقى طبق هنحط فيه معلقة صغيرة من فلفل اسود، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من بودرة الثوم، معلقة صغيرة من بودرة البصل، عندي من الزعتر، عندي معلقة صغيرة من الكاري، ممكن تحطي كركم لو انت حابة، وعندي معلقة صغيرة برضو من شوربة الفراخ. هقلب كل ده على بعضه كده. وطبعا ملح، نسينا نقول الملح، ملح حسب الرغبة. هقلب كل الكلام على بعضه يعني كده تبقى كلها التوابل مع بعضها. هحط نص كمية التوابل دي على الطبق ده، النص بالظبط، ونص كمية التوابل على الطبق التاني. بقى من الاطباق اللي عندي دي هزود كده مية وابتدي اعمل عجينة زي عجينة الكيكة. هجيب بقى الستريبس بتاعتي وهنزلها في الخلطة دي كده، وهتبلها فيها كويس جدا. ممكن تسيبيها نص ساعة، ربع ساعة، تسيبيها للصبح يعني زي ما انت عايزة. يعني اقل حاجة ربع ساعة هتسيبيها في الخلطة اللي عندك دي عشان اتشربت الفراخ بتاعتي كويس قوي. هاخد قطعة كده من الفراخ، هحطها في الدقيق المخلوط عندي اللي انا خلطته اهو كده. هنفضها كويس قوي، احطها في الطبق اللي بعده. هننزل بقى بيها واحدة واحدة كده في الزيت المقدوح لغاية لما تتحمر. خلاص قلينا الفراخ بتاعتنا، طلعت تحفة تحفة. وكمان نادية هتجربها. جربي كده يا نادية بالكاتشب اللي بتحبه. ايه الاخبار؟ تمام، تحفة تحفة. بصوا بقى، بصوا الفراخ من جوه في منتهى الجمال، مستوية تماما، حلوة جدا، والطعم بقى خرافي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ممكن تشيلوها كمان لرمضان في اكياس بعد ما تتبلوها بالدقيق والنشا وتسيبوها في الفريزر. ودي كانت طريقة عمل الفراخ الستريبس او صوابع الفراخ المقرمشة بأسهل طريقة مع ميم.